قضية رجل الأعمال اليمني شاهر عبد الحق ورجل الأعمال الأمريكي جيفري أبستن. القضية اللي تكلموا عنها الناس كامل بطريقة كوميدية، وعلى أساس أن هذا الموضوع يضحك وبطريقة ساخرة جدا من هذا التاجر اليمني. في الوقت اللي كان يتوافدوا فيه الناس على رجل الأعمال الأمريكي هذا من أجل أشياء قذرة ومن أجل أشياء مخلة بالآداب، كان رجل الأعمال هذا يبحث عن مصلحته التجارية وعن أهدافها التجارية، وهذا الشيء إنما يدل على شهامة الرجل اليمني وعلى عفة الرجل اليمني. كان التاجر اليمني هذا مركز على أهدافه التجارية بعيد عن كل هذه الأشياء اللي الناس يتوافدوا عند هذا الشخص الأمريكي من أجل أن يحصلوا عليها، وكانت الكارثة أن كل شيء موثق وكل شيء مصور. فالحمد لله هذا الشيء يعتبر فخر لليمنيين، حتى في أسوأ الأماكن وفي أسوأ الأوقات كان اليمنيين شريفين ونظيفين مركزين على أهدافهم التجارية بعيد عن هذا الأشياء القذرة والمخلة بالآداب.